مفيش جواز احسن. واضح يا عبير الناس بيقولوا بشكل او باخر الكلام اللي انت بتقوليه، بس هم بيقولوه عن خبره وانت بتقوليه بناء على ايه؟ هقول لحضرتك، احنا جيل شاف الجيل اللي قبل منه في حالات طلاق كتيره جدا. عارف حضرتك في مصر دلوقتي في حاله طلاق كل 6 دقائق، دي اخر احصائيات. يعني دلوقتي حصل كام حاله طلاق واحنا قاعدين؟ فممكن واحنا قاعدين، فدي اخر احصائيه. والجيل اللي قبلنا كمان اللي هم دلوقتي اربعينات، احنا شفنا يعني كلنا حوالينا حالات طلاق شديده جدا. في حاجه كمان، الاعلام لعب دور مهم جدا في ترويج فكره الولد الكول اللي ما بيتجوزش اللي بيصاحب. ففي دور للاعلام. زمان كان في الافلام الرومانسيه وافلام عبد الحليم حافظ، كان في توثيق لفكره الجواز. دلوقتي اتفرج على الاعلام واللي الميديا بتصدره للشباب، لعقول الشباب، هتلاقيه فكره منافيه تماما لفكره الاسره وتكوين الاسره والزواج. فللاعلام دور. في عندنا كمان حاجه مهمه قوي، ان احنا ما عندناش ثقافه زواج، عشان كده في حالات الطلاق الكتيره دي. انا شايفه ان البنات بتتجوز غالبيتهم عشان يخرجوا من بيت اهاليهم. اول حاجه البنت عايزه تعملها، عايزه تخرج بره سطوه باباها، فتفكر ان هي تتجوز مع اول عريس، عشان كده تبقى خرجت من مع اول عريس. مع اول عريس، مش هي اللي جايباها، اي عريس جاي لها. اي حاجه هي في دماغها بقى، عايزه تخرج من ستات باباها، تسهر على راحتها. لا عبير، لو جالك عريس مناسب هتلغي المدونه بتاعتك؟ انا المدونه بتاعتي هي حاله كتابه، يعني انا كنت واخداها مدخل للكتابه وتعبير عن ظاهره موجوده في المجتمع. اوكي، فانا اللي يهمني هو مشروعي، هو الكتابه مش المدونه. يعني قادر اعمل 10 مدونات. عايز اقول لك انت جالك اكتر من عريس دلوقتي على الهواء. يعني المشكله مش في مشكله عرسان، ان احنا مش لاقيين عرسان. المشكله زي ما بقول لحضرتك هو الاختيار الصحيح لشريك هو الحياه. طبعا حد انت مناسب. بتختار بناء على ايه، وافكارك في الجواز وهدفك ايه من الجواز. لا يعني البنات اللي بيشوفوك يا عبير دلوقتي، يعني في المشاهدين بيشوفونا، تقول لهم ايه باختصار؟ بقول لكل بنت انها لازم تبقى هي بتدور على انها شخصيا تتحقق، تبقى بني ادمه سعيده، بني ادمه راضيه، بتسعى ان هي تعمل عندها هدف في الحياه بتسعى ليها. بعديها تحط الجواز مرحله تانية، لان ممكن موضوع الجواز بيخلي البنت تفكيرها مشوش جدا، ان هي مش قادره بنات تواصل. بالظبط. عندي بنات مثلا على الجروب عندي على الفيسبوك عندهم 17 سنه ورافعين يافطات عريضه جدا، احنا مش هنتجوز واحنا عوانس وعايزين نبقى كده، عايزين نبقى كده. ليه كلمه كده او روشته بسيطه للجواز الناجح من وجهه نظرك؟ احنا الحمله بتاعتنا اللي على طريقتك، على طريقتي انا. الحمله بتاعتنا قايمه على حاجتين. اولا مش هيبقى في حد عانس، ده اول حاجه. تاني حاجه الاهم من كده، اللي هيتجوز مش هيطلق. يعني يمكن الحمله بتاعتنا سبحان الله بتعالج مش هيتجوز 4. بعد سن ال30 هيغير وجهه نظره في الموضوع ده. لا بقى هنعالجك. لا احنا بنقول اول حاجه يعني هنتخلص طبعا من الاوهام زي ما قلنا في الاول، ومن الوهم ده اكبر وهم الخوف، ان الاهل خايفين والبنات نفسهم خايفين والولاد خايفين. الولد خايف لا سنه يعدي، والبنت خايفه لا تكبر، والاهل خايفين لا البنت ما تتجوز. فيبدا مع اول عريس، يعني روشته باختصار ان الاطراف كلها تشيل مساله الخوف، تشيل دي اسمه ونصيب. يعني اسمه ونصيب، جاي يعني جاي امتى؟ انما جاي هو جاي كمان. احنا عايزين بقى نقول اهم حاجه في هتجوز بطريقتي، ان انت هتبدا بقى تحط المواصفات اللي انت عايزها، لان معظم البنات بالذات، يعني لان كل الشكوى اللي بتجي لي بنات مش حاطين مواصفات، هم بيشتكوا وخلاص، يقول ما فيش عرسان، ما فيش حد يتجوز. هو في كتير بس هي مش حاطه مواصفات. وطبعا مش كل المواصفات بتتحقق، يعني بس على الاقل لو50% عرفت المواصفات وجه 50 او 60 احسن ما حد مش حاطط خالص. فاللي مش حاطط ده لو قلت له هتتجوز ايه مواصفات، لما تيجي تتجوز تدعينا عشان نجيبك هنا في البرنامج مرة تانية. اوكي. طب ولو اختارت واحد وطلع مواصفاته 50% وبعد الجواز لقيتهم 10%؟ الاول بس يعني بسرعه كده هعلق على جزئيتين عبير قالته. بتقول ان العنوسه، ان ثقافه، ان الاعلام بيعمل ثقافه للولد، ان الولد الشاب الكول ما اعرفش ايه. الولد لو عنده امكانيات ماديه هيتجوز وهو عنده 19 سنه. مفيش ولد بيبقى معاه امكانيات ماديه جاهزه للجواز وبيقعد، فثقافه الاعلام ما بتفرقش في الجزئيه دي، يعني دور سلبي. لو في ولد شاب معاه امكانيات جواز بيتجوز. استاذه محاسن، كلمه اخيره كلمينا عشان الطلاق اللي هو كل 6 دقائق ده نخليهم كل ساعتين مثلا يعني. ايه اللي ممكن تقوليه تنصحي بيه الناس اللي بيشوفونا دلوقتي؟ انصح بيه الناس اللي بيشوفونا دلوقتي، لو ست مع جوزها شايفه مثلا ان الحياه يعني خلاص استحالت،
تحاول مره واثنين وثلاثه، ما تلجاش للطلاق اول حاجه. ما تعملش زيك ولا تعمل زيك. انت عمال تدور وتلف عشان تيجي توصلني لحاجه. اقول لك على حاجه، انا هقول جمله واحده تلخص موضوع نلخص الموضوع كله. عنوان المدونه عندي: عندما ينعدم الامان في الحياه الزوجيه وتصبح الطمانينه حلم بعيد المنال، فعندها مرحبا بابغض الحلال. يعني الموده والسكن انعدموا من الجواز، اتفضلي بقى شوفي استخيري ربنا وشوفي انت عايز تعملي ايه. انا كمان في نقطه اخيره عايز اقولها. احنا بس خلصنا يعني كلمه بقى. كلمه بسرعه لاي بنت حاسه انها عانس او هتعنس: سيبي مساحه في حياتك لشريك حياتك يدخل لك منها. كويس قوي. يعني 3 حالات الحقيقه بس يفرحوا بجد. بجد والله، يعني انا فعلا حالات تفرح بجد. انا مش مختلف معاكي على فكره، اللي انت قلتيه ده كلام صحيح جدا جدا. انا بشكركم وهندعوكم بقى كلنا دلوقتي ان احنا نروح لموضوع تاني. يعني احنا اتكلمنا في موضوع اجتماعي، خلينا نحاول بقى نتكلم في موضوع سياسي شويه يا سيدي. المناظره ال 50% عمال وفلاحين، هل موافقين عليها ولا لا؟ خاصه انا خايف ان بعد كده كل فئه، المراه خدت، بعد كده الدكاتره يقولوا احنا عايزين، والصحفيين يقولوا احنا عايزين نسبه، وتبقى المساله الدكتور مفيد شهاب دكتور فتحي سرور قال ان مش عايزين ال 50% عمال وفلاحين، خلاص فتره الحضانه اللي الثوره عملتها بيها عشان تحميهم انتهت، وبقى قادرين المجتمع كله قادر انه يدافع عن العمال والفلاحين. هناء بعد الفاصل مناظره مهمه جدا عن ال 50% عمال وفلاحين، استنونا.